السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل اللحمة المفرومة المعصجة اللي بالطماطم، اللي هتساعدك كتير قوي ان هي تخش في اكلات كتير قوي وحلوة قوي، وهي سهلة جدا وبسيطة. معايا نص كيلو لحمة مفرومة، معايا بصلتين كبار مبشورين او مقطعين صغير، ومعايا عصير طماطم ومعجون طماطم او صلصة طماطم. والتوابل بتاعتي عبارة عن ملح وفلفل اسود وقرفة والسبع بهارات. عايزه اقولك ان اللحمه المفرومه دي تقدري تستخدميها في اكلات كتير زي ما قلتلك، وهقولك عليها دلوقتي. في طاسه على النار هنحط معلقتين زيت، وهنحط البصل بتاعي يدبل او لونه يغير شويه. هنزل طبعا عليه باللحمه المفرومه بتاعتي، اللحمه المفرومه المعصجه اللي بالطماطم. تقدري تدخليها في اللازانيا، تقدري تدخليها في المكرونه بالبشاميل، تقدري تدخليها تحشي بيها كوسه، تحشي بيها بطاطس طبعا، تحشي بيها فلفل. ليها استخدامات كتير قوي، وطبعا اقدر استخدمها فان انا اسلق جنبها مكرونه، تبقى مكرونه بلونايز، تبقى تحفه جدا. دلوقتي نزلت طبعا باللحمه المفرومه. واوعي تنزلي بالملح عليها او بالبهارات الا لما اللحمه خلاص لقيتيها استوت وخلاص استوت، لان هي لو انتي نزلتي عليها بالتوابل دلوقتي هتلاقيها مسكت في بعضها وكلكعت في ايدك. لا، انا عايزاها تبقى مفرفره كده وتبقى حلوه. هتشوفيها دلوقتي معايا اهي. بتقعدي بقى تقلبي فيها اي كلاكيع اي حاجه، على طول بتفكيها وبتدمجي البصل مع اللحمه على طول، تدمجيهم مع بعض اهي. بصي زي ما انت شايفه كده اهوت، ولا نزلت ميه ولا نزلت اي حاجه خالص. بتنزلي بالتوابل بتاعتك وتقلبي على طول لغايه لما تستوي وتحمر معايا. كل دوت الاحمر اللي انت شايفاه ده هيغير دلوقتي معايا. بس كده. بعدين هنزل طبعا بعصير الطماطم بتاعي. بصي عملت ازاي اللحمه المفرومه حلوه قوي، مفرفره زي ما انت شايفه كده. هنزل باللحمه المفرومه وعليه معلقتين الصلصه بتوعي، وخلاص تستبك زي ما انت شايفاها كده. كتيره جدا، تنفع سندوتشات، تنفع لازانيا، تنفع مكرونه. بالوصفه تكون عجبتكم النهارده، واشوفكم في وصفه جديده، ومع السلامه.